السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة بشرى. رضخ الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بشكوى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي بطلبه تغيير طاقم تحكيم مواجهة الجزائر وغينيا، وتجرى المواجهة يوم 6 جوان المقبل على أرضية ملعب نيلسون مانديلا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة لنهائي كأس العالم 2026. وأعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تغيير طاقم التحكيم الذي سيدير المواجهة التصفوية المرتقبة. وفي مراسلة بعثت بها الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أعلنت الفيفا عن تغيير حكمين، الحكم الرئيسي والحكم الرابع من طاقم التحكيم المعين لإدارة مباراة الجزائر غينيا لحساب الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026 المقررة يوم 6 جوان المقبل في ملعب نيلسون مانديلا في براقي في العاصمة.